يا صباح الورد عليكم، يا مساء الفل على عيونكم. تعبتكم معايا بقالكم كتير، حضرتوا معايا من أول ما اتضحك عليا وجوزوني واحد طلع بركة، وعشت معاه سنين العمر ومرت وأنا مش حاسة إن أنا ست ولا إن هو راجل، وعرفت كل اللي دار في بيت سيلفي وسلفتي لحد ما ربنا كرمنا أنا وولادي الولد والبنت اللي خلفتهم منه، واتنقلنا ببيت لوحدينا بمساعدة الحاج اللي جوزي كان بيشتغل عنده، وبقى عندي ملك وبيت ومحلات ورزق. وتوفى سيلفي وسلفتي وكمان جوزي، والولاد كبروا، والواد بركة زي أبوه، والبنت ما شاء الله أنصح من العيلة كلها. وكبرنا كلنا، مش واحد بس اللي كبر، الكل كبر. وجه العريس وقعدت مستنية أنا وبنتي، عريس جاي لها، ما قالوا فيه عريس جاي طبيعي قوي أعرف إن العريس ده عريس لبنتي، لكن اتفاجئنا إنه جاي لي أنا مش لبنتي، وابني مش دريان بالدنيا، وبنتي هي اللي وقفت قصادي من غير ما تسمع حتى رأيي، من غير ما أنا حتى أفكر إن كان ليا رأي ولا لأ، من غير ما ألحق أفكر إن كنت هوافق ولا أرفض، ولا ده حقي ولا مش حقي. وقفت وقالت لأ ومليون لأ. بنتي خلاص اتحرمت من حاجات كتير وعايزة تعوض حرمانها كله في وقت واحد، وقالت لأ، واستسلمت لها، مع إن كان من حقي أحس إن أنا ست. أنا حسيت إن أنا أم بس من غير ما أحس إن أنا زوجة. ما انتوا عارفين إنه كان بركة. ناقشت مع البنت في ليه رافضة، فردت عليا بقوة وجبروت وقالت لي انتي اللي ازاي موافقة، احنا محتاجينك، مش محتاجين شريك لينا فيكي، احنا عايزينك كلك على بعضك. هو انتي ايه يا امي، ما حسيتيش ان انا كمان كنت محرومة من الاب ومن العم ومن الخال ومن الحنية ومن الرحمة ومن العزة ومن الكرامة؟ كل ده ضاع مني في بيت عمي اللي كنا عايشين فيه، ودلوقتي احنا بقينا ببيتنا، فانتي بالنسبة لي الأب والأم والخال والعم، انتي اللي ردتيه لاعتباري وحسستيني بكرامتي. كلام بنتي أثر فيا قوي، أنا ما عنديش أغلى منها هي وأخوها، وزي ما أنا سندهم بنتي سندي، ابني لا حول له ولا قوة. واترفض العريس واتقفل باب إن أكون ست زي الستات، قفلته مع نفسي للأبد عشان خاطر بنتي، ما كفاياها حرمان زي ما قالت، وخليها نفسيتها مرتاحة ومستقرة. وخلصت جامعة والحياة فضلت ماشية زي ما تعودنا عليها جديد بقالها سنتين. والبنت بقى بجد جالها عريس وعارف عننا كل حاجة من سكان الحي، ووافقنا عليه. والخطوبة ما طولتش والبنت اتجوزت وراحت بيتها ومبسوطة قوي في حياتها، وبقيت أنا وابني لوحدينا. الواد بدأ يكبر، الواد داخل في الثلاثينات، وأنا كمان بدأت أكبر ومحتاجة سند معايا. بنتي اللي حجرت عليا
وقالت لأ، ملناش غيرك، بقى ليها غيري، وعايشة معاه. وبدأت تستقل بحياتها، وشوية شوية اهتمامها بيا بدأ يقل. خلاص بقت زوجة وقربت تبقى أم، ليها حياتها وأنا حاجة كده من ذكرياتها. وقعدت مع ابني، لا حول له ولا قوة، أوله وآخره يناولني حاجة، يشتري لي حاجة، العيال تضحك عليه في الشارع، حد يضربه يعيط زي الأطفال، حد يطبطب عليه يضحك زي البيبيهات. وعشت مع ابني سنين لوحدينا، وابني بقى عنده 30 سنة، وأنا مش كبيرة قوي برضه، عندي 50 سنة. ياه، كلمة 50 دي كبيرة قوي، لكن أنا عشت منها قد إيه؟ ما عشتش منها حاجة، كلها كانت قهر وظلم وشقة وحرمان، يعني إلا ما رحم ربي في الكام سنة الأخيرة. وجه الوقت بقى اللي خلاص هبطل أحكي فيه، خلاص الدنيا وقفت معايا لحد كده، واللي جاي أكيد مش ربع اللي فات، والله أعلم بيه. لكن أنا دلوقتي جاي أقول لكم إن ربنا ده جميل قوي، وقف جنبي في شدتي، وبعت لي الحج، وبعت لي ناس تانية بقت تطبطب عليا، وبقالي جيران، وبقالي صحاب، وبقالي ملك، وبقالي سند وظهر. طيب وقتي الكل بيقول لي جوزي ابنك، ما تسيبوهوش قاعد جنبك كده، ما تظلموهوش، حرام عليكي، ما تخيبوهوش، اللي زيه اتجوزه. طب ما ابوه اتجوز وخلف. ما يعرفوش اللي فيها، ما يعرفوش ان ابوه ولا اتجوز ولا خلف. ابوه كان آلة بيبرمجوها فتشتغل، كان حاجة كده بيحفظوه فينفذ، ونتيجة الشغل والتنفيذ هم ولاده. ما اتجوز، ما يعرفش يعني ايه جواز، كان بياخد اوامر عشان ينفذ تعليمات. وانا مش عايزة ابني يبقى كده، مش عايزة نسخة تانية مني تعيش في قهر وظلم وحرمان، وتيجي عليه وتيجي عليا، وتعمل زي ما كنت بعمل اوقات كتير، ان اتمنى اني اخلص منه، واني فكرت في وقت من الاوقات ان اخنقه وهو نايم. انا ما قلتلكوش الكلام ده، اول ما اتجوزته كنت بحس ان عايزة اخلص منه. طب هخلص منه ازاي؟ اخنقه وهو نايم، وكنت اقرب ايدي من رقبته، وبعدين اخاف من عقاب ربنا، وخاف ان اعمل حاجة زي كده. وعشت سنين وانا محرومة ومظلومة. يا ترى هقدر اعمل ده في واحدة تانية؟ مش هقدر. يا ترى هقدر اخليها هي كمان مرات البركة وتخلف برضه بركة؟ لا، انا مش هقدر. انا كده مش ظلماه، حتى لو هو مظلوم يبقى واحد بس اللي مظلوم، ولا جيبش معاه واحدة تظلمه وعيال يتظلموا. استغفر الله العظيم، انا مش عارفة اللي ممكن يتجوزها ويخلف منها هتصونه صون عرضه وتستحمل زي ما انا استحملت، ولا هتشتاق انها تبقى ست وتدور على الراجل بره وتبقى كارثة ومصيبة، وابقى انا السبب في اني دفعتها للغلط ودمرت حياة ابني. يمكن ما يحسش بده، لكن برضه هبقى دمرت واحدة تانية. وبرضه مش عارفة لو خلف هيطلعوا زيه ولا زي أخته. الناس كلها عمالة تكلمني جوزيه حرام عليكي، وبيتهموني إني مقعداه معايا علشان يخدمني.
ما يعرفوش ان انا اللي خدماه في ادق تفاصيله. يا جماعة ابني طفل، تفكير طفل، ومش طفل ذكي، طفل قدراته ضعيفة جدا. ازاي احمله مسؤولية بيت واسرة وزوجة وست؟ انا اكتشفت ان الست دايما محتاجة راجل يطبطب، راجل يضم، راجل يفكر، راجل يشخط، راجل ياخد قرار، راجل يحمي، راجل ياخد ويدي معاه. من الاخر محتاجة راجل، حتى لو غدار، حتى لو خاين، حتى لو فيه كل العبر، بس راجل. انما الست تتجوز اسم راجل لكن كل صفاته طفل، ملهاش صلة بالرجولة، وطفل قدراته ضعيفة جدا في الذكاء، مفيش تفكير، مستني دايما أمه اللي تفكر له وأمه اللي تعمل له كل حاجة. أنا مش هكرر ده مع واحدة تانية، حتى لو هي مش بنتي، مش هسيبها تعيش اللي أنا عشته، وأنا مش ضامنة هتحافظ على نفسها وبيتها وتستسلم للحياة كده، ولا هيكون ليها تفكير تاني، ممكن تعمل حاجة في ابني عشان تستقل بحياتها وتخلص منه. أنا مقدرة إنها لو عملت كده هيبقى غصب عنها. طب أنا أدخل في الدايرة دي ليه أصلا؟ خلي ابني قاعد، ابني اللي يهمه الدنيا إنه ياكل ويشرب، والتلفزيون اللي عارفه يتفرج عليه ويضحك، وفي الآخر ينعس مكانه. سامحوني إذا كان ده قراري، أنا مش بقول لكم أنا باخد رأيكم، ده أنا ببلغكم وبقول لكم محدش يقول عليا أنانية، محدش يقول عليا مستبدة، محدش يقول عليا ظلمة. أنا مش عايزة حد تاني يتظلم، وبطمنكم عليا. أنا خلاص ماشية في طريقي وعرفت حياتي. أنا خلاص بقى عندي 50 سنة وبقيت جدة، وبنتي اطمنت عليها، ولو جاني نصيب تاني احتمال كبير إني أوافق، حتى لو عشت سنة واحدة زوجة عشان أحس إحساس الزوجة، حتى لو اتجوزت واحد مسافر الخارج على الورق بس، لكن هيقول لي رايحة فين، جاية منين، هنجيب ايه، هنسوي ايه، انت ازاي تخرجي من غير اذني، انت ازاي تعملي كده، ما تصاحبيش دي، ما تكلميش دي، كلمتي تمشي، اللي اقوله يتنفذ، ما تزعليش يا حبيبتي. ياه انا في اشتياق لكل ده. مش هقول لكم ان انا عايزه اتجوز عشان فكره الجواز، لا، انا زي بنات كتير اتحرموا من الجواز وعاشوا عمرهم كله انسات، لكن ما تحملوش المسؤوليه زي ان هم يبقوا امهات. انا ازاي ابقى ام من غير ما ابقى زوجه؟ كان المفروض الخطوه دي امر بيها قبل دي، لكن ربنا ما أردش، والحمد لله أنا كنت مرات البركة ولا زلت أم البركة، عشان جوزوني عريس وبعد الفرح لقيت راجل تاني خالص. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ يا صباح الورد عليكم، وانتظرونا الحلقة الجاية من حكايات، روايات، حواديت، حوارات، أشعار، شمس النهار، ولو كنت مكان.